وافترك الصروف العصيبه، انا دلوقتي جعان، ولما بجوع كده في حاجه كده بتعمله توني في دماغي. تخيلوا هطلب ايه؟ ذات الاسعار المحرجه، انا قررت اطلب ماك. تخيلوا كده بعد غلاء الاسعار دي الاسعار هتبقى عامله ازاي. دخلت شماج من قبل بعد غلاء الاسعار، هنضحي هنكيف هنصرف مش هيهمنا، ويلا بينا نطلب ماك. ودلوقتي انا طلبت الاوردر وهو جاي في السكه، طلبت بيج ماك تيستي بيف، اسرع اوردر في حياتي حرفيا. انا جبت ماك بعد غلاء الاسعار يا جماعه. انتوا ملاحظين ضحيت ازاي؟ طيب اوبا اوبا اوعى كده. دي البطاطس اللي بالجبنه طبعا. تمام. لا وشكلها وحشني. شكلها كان وحشني. شكلها كان وحشني قوي. شكلها كان وحشني اقسم بالله. كده اللي بعده البيف. بصوا هو حجمه زي ما هو الصراحه عشان ما نظلمهمش. بصوا حجمه زي ما هو. بيج ماك طبعا معروف. الطعمة دي 9/10. ده ماك الاول على مصر، جمهوريه مصر العربيه. 10/10. اخر حاجه طبعا انا طلبتها كولا. بسم الله. برضه الكولا بتاعت ماك ليها طعم. بس كده، وانا قلت له الصراحه زود الكاتشب، وهم زودوا لي الكاتشب الصراحه وتوسوا. بس كده، ودي مناديل هنلف فيها مش هنفهم.